والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، احنا بدأنا قلنا من أول رمضان هنشوف إيه أثر الصيام عليه، إيه اللي بيجد عليه، إيه اللي اتغير فيه. فقلنا إن كل عبادة لها أثر، واتفقنا إن احنا هنأخذ من الصيام تقوى الله. وبدأنا نتكلم في تقوى الله، فوجدنا أن ربنا سبحانه وتعالى وصف للمتقين في القرآن بعدة أوصاف. أول وصف منهم كاظمين الغيظ في الآية اللي تكلمنا عنها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فاتكلمنا امبارح على كلمة كظم الغيظ. يعني ايه كظم الغيظ؟ قلنا الكظم اللي هو ايه؟ الغيظ ده حاجه بلد الانسان، والكظم هو الحدس، زي قلنا ايه؟ زي غطا الزجاجه، الحاجه اسمها الكظم. الكظم اللي ماسك شيء. لكن قلنا كظم الغيظ هو لن يكون كاظم غيظا الا اذا كان قادر ان يرد. وذلك تكلمنا امبارح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه، يعني يقدر ينفذه. فقالت معايا: لم يزل الله حتى ياتي به على رؤوس الاشهاد ويخيطه من نور العين الاشهاد. لكن النهارده احنا هنتكلم على جزئيه بعد الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. هي اولا كل كظم غيظ ممكن يصير غيظ، بس هيشيلها شويه. يعني ايه يشيلها؟ ممكن يبقى كظم غيظ دلوقتي، وده اللي بدا الناس تتعود ما ينفعش قدام الناس، لكن بعد اذا خلق ساعه في الارض فساد، يوصل ده على ده ويصنط ده على ده ويعمل كده. هو ايه؟ وده صفات المنافقين. لكن هنا الاسلام قال: لا، انا مش عايزك تنسب غيظك عشان تفجره في وقت تاني. يعني كظم الغيظ مش المقصود منه انك تبذله دلوقتي وهتنفذه وقت تاني، ولذلك هيجي بعد كده ايه ولا عارفين عن الناس، والكاظمين الغيظ ولا عارفين عن الناس، مش تسيبهاش مع الله. لكن انا يعنيني في حاجه بتسهل على الانسان منا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه الصلاه والسلام. في حديث في روايه مسلم: جاء رجل، روي سيدنا ابو هريره، اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وصيني قل لي بقى وصيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لا ايه؟ تغضب. فقال ابو هريره: قال ما زال يكررها ورسول الله يقول لا تغضب. يعني الرجل يقول: رسول الله وصينا. انا عرفت ايه؟ وصيني. يقول له: لا تغضب. وصيني يا رسول الله لا تغضب. اللي هو كده يقول سيدنا ابو هريره ايه؟ ما زال يكررها ورسول الله يقول ايه؟ لا تغضب. لا تغضب. ليه؟ لان الغضب، خلي بالكم ان الكظم الغيظ بيمنع وممكن تبقى غضبان في الوقت ده، لكن لو صبرت شويه هتلاقي ايه؟ الحاله تغيرت. لان الغضب قوه نيرانيه داخل الانسان، ما سيطرش عليها هتطلق معايا، هتضره هو اولا، وسيفعل الافعال الحمقى. وزي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بقى متفق عليه قال: ليس الشديد بالسرعه. الشديد مش بالسرعه، السرعه اللي هي يسرع الناس ويغلبهم. مش الواحد عشان يمشي لازم يحط ايده في دراعه كده يوقعه وده يشيله. لا، ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد من يملك نفسه وقت الله. لا يوصل صراحه. لا يبقى الوقت امبارح يظهر ايمان الانسان انت وقت غضبه، وفي غضبان تعرف تحكم عليه. اذا اردت تحكم حكم حقيقي، تخيل الانسان وقت غضبان، ايه الفاظ؟ ايه افعاله؟ الردود. لان يظهر الغليان اللي جواه، بيظهر الحقيقه بتاعته. غضبه ده بيخلي ايه؟ حقيقه تبان مهما كان يمثل، لان ربنا قال كده، قال مهما يمثل اللي قدامه هيجي وقت عليه يظهر اللي جواه. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ميزان لازم يظهر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وصانا عشان نبقى عندنا اول حاط عليك ازاي نكسر غيظنا، انك انت تتعود ما تغضبش. النبي حدث معاه موقف غريب جدا، والموقف ده حدث في وجود النبي مع سيدنا ابو بكر. جاء رجل يسب سيدنا ابو بكر في مجلس رسول الله. يعني سيدنا ابو بكر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والراجل ده بيشتم سيدنا ابو بكر بيقول نعم. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه سب، ورسول الله على وجهه يعني
يغضب يعني زي مبتسم كده واحد لحد ما يبقى يعني الراجل ايه زاد فيها امر فهم سيدنا ابو بكر يدافع عن نفسه كفايه كده يعني انت بهدلتني ومرمطني على شفتك على طول فلما هم سيدنا ابو بكر يقول هم رسول الله المسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي طبعا ده اصحاب بعض خلي بالكم في احاديث كثيره اكثر رجل فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول معايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سر من اسرار اختياره هو في رفقه هي الغار فامسك به رسول الله قال يا رسول الله كنت اسد فرضيت فهمت ان ادافع عن نفسي فقط يعني ده كلام انت بتزعل ساعدني ادافع عن نفسي قال يا ابا بكر شوف الرسول التدريب النبي بيفهمه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر عندما كان الرجل يسب خير الله ملكا يدافع عنه ويرد عنه كان ربنا باعت جندي يدافع عنه فانا كنت مبسوط انك انت ايه متحلي بالصبر ومتحلي بالحكمه وحاكم نفسك وكاظم غيظك فعندما هممت ان تدافع عن نفسك انت وقفت بقى تاخد حقك بايدك وقف الشيطان بينك وبينك وانا لا اجلس في مجلس فيه الشيطان يبقى خلاص القول الاخلاق بتقول احنا بنقول بالرب الاخلاق بالراحه كده وصلوا سلام على الله احنا مش هنخترع اخلاق جديده حقيقه ودي واقع والله مش بنجامل بيه الشعب المصري اكثر الناس اخلاقا هم المصريين والسودان على فكره دي حقيقه والتاريخ اثبتها اقربهم حتى على غير المسلمين في الشعبيه اكثرهم اكثر من اي شعوب ثانيه لكن القضيه ان حدث ان احنا عندنا انهيار كلنا دلوقتي عندنا انهيار اخلاقي والانهيار الاخلاقي ده ساهم بيه اشياء كثيره يعني خلي بالكم هو مقصود ان احنا يبقى عندنا انهيار اخلاقي لان معروف ان اذا انهارت الاخلاق انهارت المجتمعات كل المجتمعات بتفشل زي ما قال ايه انما الامم الاخلاق ما ربي طالما في اخلاق يبقى في ناس ما فيش اخلاق يبقى ان كالحيوانات بل هي اشد يعني ايه اللي هيمنع بقى بعد كده ان بعد ما يشوف واحد ماشي حاطط على ظهره على كتف بنت ما كنتش احفل في المشوار حتى لو كان بنته زي ما قلنا في الجمعه لكن الواحد يستحق لو بنته مش شاور مراته مش طبعا المهم فاحنا بنقول نحاول لكن عشان نبدا بدايه صحيحه ونوصل للتقوى لازم نبدا اول حاجه الانسان منا يحاول يتحكم في غضبه اذا تدرب الانسان التحكم في غضبه وبدا يحكم نفسه ولا يغضب تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه انه غضب قط الا لحق اذا انتهك حقا من حقوق الله يعني هذا الحديث كده ما غضب رسول الله لنفسه قط لنفسه هو لا يغضب امتى ويبان على وشه الغضب صلى الله عليه وسلم اذا انتهك حق من حقوق الله في بقى غلط حصل ليه لان قبل ما ننهي كلمتنا بس ونفهم اي شيء ربنا امر به بيضر الكل اذا ربنا قال لك ما تعملش حاجه يبقى مش نهاك عشان ايه عشانك انت ولا عشان تحمي نفسك لا ده هو نهاك ان تفسد المجتمع كله فاذا استقمت انت سيستقم بك المجتمع ولذلك انا بقول اهو لو بدانا كل واحد منا يحاول يظبط اخلاقياته يحاول يتحكم في اعصابه يحاول ما يبقاش وخلي بالكم من حاجه معظم تصرفاتنا ناتجه عن الكبرياء يعني واحد كبرياءه بنفسه وثقته بنفسه بتخليه ايه يقول لك انا هيعمل لي كذا انا هو ما يعرفش مين هو ما يعرفش انا اعرف اعمل ايه وايه وانا دي يقول ايه وكان هو سبحان الذي يا ربنا اعطاه مفاتيح كل شيء يروح يفجر الدنيا بقى خلاص هو وما هو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اذا اردت المجتمع ينجح الكل يبقى يتحكم في غضبه احكم نفسك وتمسك ولا تغضب الا اذا كان فيها حاجه تستاهل الغضب لكن طالما الامور يمكن التجاوز عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف امور جدا جدا ويعفو عنها ويسيبها ليه لانه عارف ان الناس اخلاقها متفاوته الناس طبيعتها كده وخلي بالكم اذا بحثت عن رجل كامل الصفات لن تجد احد فيه كامل الصفات على فكره مفيش حد من غير خطا حتى ان احنا قلنا ان القران نفسه سجل بعض الاخطاء لبعض الانبياء وبعض الرسل وفضلت موجوده في القران ما اتمسحتش عشان نعرف ان لازم الناس منا فيها نقطه نقص الكمال لله ايه وحده مفيش حد كامل لكن هنبدا اول مرحله في كظم الغيظ ان تتعود الا تغضب حتى لا يتوقف عقلك اذا غضبت الحقيقه دي هتحصل اذا غضبت توقف العقل ولذلك كان ابن تيميه يقول الغضب جمره من النار فلا تتفق مع الطين أسيد قصدك ايه طين خليك بقى انت غضبت
اللي بيحصل ايه؟ بيحصل عندك ما يشبه الغليان. الغليان ده بيخليك ما تعرفش تفكر ولا تسيطر على نفسك، فقد ترتكب جرما تندم عليه عمرك كله. حله انك انت ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حل ما نغضب، قاعد زعلان ولا تنرفزني. قال اذا غضب احدكم وهو واقف فليقعد. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم بيحلها ازاي بقى؟ انا مش عايز تغضب. طيب يا عم هو ما فيش حد ما بيحلش دم الايام دي. انت هتجيب لي انا نعمل شيء؟ كل الناس بتحرق دم. قول له خلاص مش مشكله. احنا نتعامل مع الغضب ازاي؟ اذا غضب احدكم وهو واقف فليجلس. جميل. واذا غضب وجلس فليترك، يعني يغير الحال. ليه؟ لان الشيطان بيسيطر عليه. وخلي بالكم ان الشيطان يمسكه بناصيه ابن ادم وهو غضبان كده، الحته دي يجره الى التهلكه. وافضل شيء يطفأ نار الشيطان والغضب ان يذهب الانسان في طاعته. وعشان كده سموه سلاح المؤمن. اخواتي في الله، اول مرحله عايزين نحكم نفسنا وعايزين نبدا فعلا من الكاظمين الغيظ ومن المتقين ان احنا نتدرب اننا لا نغضب. فاذا تحكمنا في اعصابنا بدانا بدايه صحيحه. تركنا كل واحد منا يتعامل على هواه هنهلك. قبل ما نبدا نص دقيقه اقول حاجه. الدنيا بتحكم بثلاث قواعد وبقولها لكل الناس على الصوره. الدنيا كلها بتحكم بثلاث قوانين. القانون الاول كان قانون الله اللي انزله في الكتاب، اعمل كذا وانهي كذا، وكل الكتب فيها قوانين، كتب الله اللي انزلها. اللي ما ينفذش في قانون تاني، القانون اللي وضعه البشر. اللي مش اللي هيغلط نجيب الضابط ياخده المحكمه تحاكمه. في قانون ثالث هو اخطر، قانون الطبيعي الشخصي. يعني اما قانون الله نمشي عليه، او قانون الطبيعي اللي هو وضعه البشر، او كل واحد منا هيبقى قانون خاص بيه. لو لجأ كل واحد منا لقانونه الخاص هنقتل بعض في الشوارع. ليه؟ لان كل واحد منا فاهم غير الثاني. فعشان كده كان طلب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد ما يغضبش حتى لا يلجأ كل فرد الى قانونه ايه؟ الشخصي، وكلنا نلجأ الى قانون الله. اول قانون يحكم بلادنا مين؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو العدل. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بحقيقه ديننا وبيسره وما فيه من جمال وتمام، والله ايسر الاديان واحسنها. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بامور ديننا ويسهل لنا امورنا ويجمعنا جميعا في محبته وان يغفر لنا زلاتنا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ونعكم على الصيام وعلى القيام ويجعلنا من العتقاء من النار ولا يحرمنا ثواب ليله القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم.